الاسطوانات ديت في التعامل المنزلي بالاخص للامهات. اسطوانه البوتاجاز في البيت لازم تكون واقفه مكان فيه تهويه كويس. ممنوع تماما تحط اكياس نايلون او قماش حوالين المحبس، ده بيمنع التهويه. ولو في اي تسريب حتى لو بسيط هيتجمع الغاز ده كله حوالين البلف وبيعمل انفجار عند اول شراره. وقت التركيب او التغيير شم ريحه الغاز قبل التشغيل. حطي صابون على مكان الخرطوم والبلف. لو في فقاقيع بيساوي ان في تسريب، يبقى لازم نقفل الانبوبه فورا. لو حصل تسريب بنقفل البلف. ما تولعيش اي نور او لمبه. افتحي الشبابيك فورا. ابعدي الاولاد. بلغي فني او الدفاع المدني. في حاجات كتير بنعملها غلط في الاستخدام، زي تخزين الاسطوانه في الشمس، دحرجه الاسطوانه على الارض، وضع قماش او نايلون على البلف، بتسيب الاسطوانه فاضيه في الموقع بدون علامه، رمي الاسطوانه لما بتفضى بدل ما ترجع للمورد. معلومه اضافيه ممكن ما تكونش عارفها، كل اسطوانه لها ضغط تشغيل معين، لو زاد الضغط نتيجه حراره بيسبب انفجار. في اسطوانات فيها صمام امان بيفتح تلقائي مع الضغط الزائد، وده مش موجود في كل الانواع. دايما اشتغل في وجود كشف تسريب زي الجاز ديتكتور في الموقع لو متاح، ويا ريت يكون متوفر في اي مكان في الموقع. نصيحة أخيرة، افتكر دايما إنك بتتعامل مع قنبلة مضغوطة. ما تستسهلش ولا تقول إحنا شغالين كده من زمان، فلاش باك أرستو مش رفاهية، ده أمانك. وبالنسبة اللي في البيت أرجوكم ما تحطوش المحبس، ما تحوطوش المحبس بقماشة أو كيس، لأنكم كده بتخنقوا الغاز وبتستدعوا الخطر بنفسكم. إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن أنواع منظمات الغاز واستخدام كل نوع. بعدين إن شاء الله التعامل مع الحريق الناتج عن تسريب الغاز، وهيكون في حلقة خاصة صيانة اسطوانات الغاز المنزلي في الصيف. أشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله على قناة سيفتي ستيب. السلام عليكم.